السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونوحد الله لا اله الا الله. عندي هنا دول 3 برتقانات، حطيتهم في الخلاط وحطيت معاهم كوباية سكر، وكوباية الا ربع او اقل من او ازيد من ربع شوية زيت. وهكسر معاهم، هحط معاهم الاول معلقتين كبار خل. وهنا كسرت بيضتين كده زي ما انتوا شايفين، وحطيت كيس فانيليا. هضرب بقى المكونات دي كلها كده مع بعض في الخلاط كويس لحد ما تمتزج واحس ان هي تقلت شوية. اهم حاجة الخطوة دي ان انت تضربي المكونات السايلة دي كلها كويس مع بعض وتتأكدي ان السكر بقى دايب. هنا بعد ما ضربت فيها حوالي 5 دقايق او اقل شوية، دول كوبايتين ونص دقيق، عليهم كيس بيكنج باودر اللي هو كيس كامل يعني بيكنج باودر. وهبتدي ان انا اخلطهم مع بعض كده كويس. اهم حاجة ان انت تقلبي، انا مش بنخل الدقيق ولا اي حاجة والكيكة بتطلع مني تحفة. هقلبهم كده كويس وهحطهم على الدقيق في الخلاط برضو. وابتدي ان انا احط معلقة معلقة كده. زي ما انتم شايفين كده بفضي كمية الدقيق كلها في الخلاط عشان اضربه تاني. هنا كده بعد ما حطيت الدقيق كله هبتدي ان انا اضربهم تاني في الخلاط، مش هضرب كتير، هو بمجرد بس ما الدقيق يختفي هوقف ضرب. زي ما انتم شايفين كده اول ما الدقيق اختفى بطلت ضرب فيها. دي صينية ما عليها ما عاملاها بمسحة زيت، وهفضي الخليط كله فيها. المقادير اللي انا عاملاها ديت مقادير صينية صغيرة. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180. لو الفرن عندك فيه مروحة بتشغلي المروحة عشان توزع الهواء فيه كويس. ده كده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. بتأكد ازاي ان هي استوت بعد 35 دقيقة بالظبط. بتحطي خلة سنان او سكينة او شوكة، بمجرد ما تطلع نضيفة بتعرفي ان كيكة كده استوت، بس اهم حاجة تحطيها في النص. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. وتقولي رأيكم في الكومنتات، الوصفات اللي بقدمها لكم بتعجبكم ولا لا.